مصر كلها قاعده فاتحه رمز. اللي نازله اسماء المنتجات اللي بقى الاسم غريب علينا شويه وعلى ثقافتنا. لازم يبقى شوكه وسكينه. بحس ان هم جابوا كل الرمل والطوب اول ما لقونا حطوها على ظهرنا ومشوا. حاجه عارفه السياسه، انا اشطر واحد في الفصل. وتفائلوا بالخير تجدوه. ايوه شايفين الكلام الحلو. رأي القائد في الطرق التسويقية الحديثة المتبعة من الشباب في الأكتر أو في الغالب، سواء الكلمات الدلالية الجديدة والهوكات اللي نازلة، أسماء المنتجات اللي بقى الاسم غريب علينا شوية وعلى ثقافتنا. من وجهة نظرك هو ده بيفيد الشركة فعلا أو بيفيد المنظومة أو كبزنس ديفلوبر؟ الطريقة دي بتاعت الماركتينج ده اللي هو شايف إن هي تعمل بومينج وبتبقى متقبلة في المكان؟ طيب حلو قوي السؤال، خصوصا انه على السوشيال ميديا دلوقتي عامل جدل كبير. الناس دلوقتي شايفه ايه الكلام ده وايه الاسامي دي والحاجات دي. على فكره هو اللي احنا بنقوله ده هو نجاح للحاجه دي. انا وانتي عمالين نتكلم، انا وحضرتك طبعا مع احترامي الكامل ليك يعني. وغيرنا بيتكلم وغيرنا بيحط بوستات وغيرنا بينزل تحاليل وبيعمل فيديوز مش عارف ايه. هو كده نجاح، هو كده نجح قوي كمان. خلى الناس كلها تتكلم وخلى الناس كلها تستفز وخلى الناس تحبه وخلى الناس تكرهه، بس هو في الاول في الاخر هو بيكسب، هو شغال. هو ده الكونسيبت بتاع الماركتينج بالشكل ده، اللي هو يعمل لك التشوك. ايه ده؟ ازاي في حاجه اسمها كده؟ وبعض البراندات تطلع بيانات والناس تدخل تكتب مش عارف ايه، زي بيفكرني برامز جلال. ناس رمضان اهو على الابواب، كل سنه طيبين، يقول لك ده عارفين ومش عارف واخدين فلوس واكتر واحد بيجيب اعلانات. من اول يوم رمضان انت قاعد مستني مصر كلها قاعده فاتحه رامز جلال. صح. ففكره ان انت تعمل الحاجه، احنا بقينا كمان عارفين ايه يعني. ده ابتدى يظهر بس في اخر 3-4 سنين ان الناس ما تبقاش عارفه. لو بتكلم يعني على الرامز وهو ناجح، على فكره تحبه او تختلف معاه هو ناجح. زي محمد رمضان نمبر 1. طب ما هو ناجح. لا هو ناجح. كلهم ضايقك من الكلمه تختلف او تتفق معاه. خلينا نرجع نقول ان الكونسيبت ده شغال بشركات هي اللي بتدير الحاجات دي. المفترض ان النجوم اللي زي رامز او محمد رمضان او whatever، ده تقدير الشخصي لحاجه زي كده من واقع خبرتي، ان في شركات هي اللي بتدير حياتهم على السوشيال ميديا. هو مش الموضوع مش اعتباطا. في شركات هي اللي بتدير وبتقول هتتحرك ازاي وهنعمل كذا وهنعمل كذا. ارجع للسؤال بتاع حضرتك بتاع الحاجات. هم كده انا ناجح، انا عايز اعمل الحاجه، لكن مع الاحتفاظ بالاخلاق، لان ده مهم جدا. خلي بالك احنا هنا في مجتمع شرقي، صح. احنا الحاجات دي بتفرق معانا قوي، وهو ده اللي مكمل. بنسمع اسامي جميله وعسوله ودم خفيف ومش عارف ايه، وهم بيستخدموا حاجات انت كنت سمعتها في اغنيه زمان وحاجات كتير قوي. علشان كده بتعدي ولو شويه وتروح ويجيبوا حاجه تانية وتطلع. بس لو ما فيهاش حاجه فيها اسامي غريبه شويه، صدقني ما بتكملش. الناس بتحب الضحك، بتحب تضحك قوي. الله، طب انا هاخد مثلا 3 من مش عارف من كذا، مش هنقول اسامي. بس لو حاجه خارجه عن الاطار شويه وحاجه فيها، احنا برضو على الرغم من ان انت بتقول دلوقتي ان بتسمع حاجات والناس مش عارف بتتكلم ازاي في طريقه، بس لما هتيجي في البيزنس هو هيبقى حريص كويس جدا انه يقول كلام ما يخدش الحياة، ما يخشش قوي الناس تبقى مكسوفة. وحصلت من فترة في احد البراندات يعني انه جاب الكلام فالناس ابتدت تحس انه الكلام فقفلوا خلاص. قالوا خلاص يا جماعه، مع العلم يعني ان احنا بنسمع اسامي يعني اكثر من كده جراءه يعني، بس خلاص لو هو ده مضايقكم احنا ما عندناش مشكله. واعتذروا بالفعل والموضوع اتقفل. فالحته دي مهمه جدا جدا جدا، بس اللي بيعملها كتير لازم يبقى شوكه وسكينه زي ما بيقولوا كده. ايوه لازم يبقى شاطر، لان هي الغلطه فيها بفوره، لا تضيع البراند خالص يا تطلعه فوق. هو يعني يعتبر من المدارس الصعبه فكره استفزاز العميل، وانا كنت اتكلمت فيها كذا مره ان صعب ان انت تستفز العميل ويشتري منك، وممكن تستفزه يشتم فيك فما يشتريش، وممكن يشتم فيك ويشتري. فهي على فكره على حسب الماركتير حاسبها صح ولا لا. طب حضرتك بقى بتبقى كبزنس ديفلوبمنت مانجر او ككونسلتنت، بتبقى مستني ايه من تيم الماركتينج؟ يعني ايه اللي حضرتك متوقعه، سواء كي بي اي واضح، سواء سيلز مثلا، ريفينيو، بروفيت مارجن مثلا، ايه الحاجه؟ لان انا كان عندي مشكله دايما لما بدخل اي شركه بلاقي البيزنس ديفلوبمنت بيبقى طالب حاجات انا ببقى شايفه ان هي مش بتاعتي.
وببقى مش فاهمه يعني هو طلبها مني. انت عندك سيلز مثلا، عندك سيلز مانجر وعندك تيم، عندك يعني ليه الرول ده اتحط لما انا جيت؟ حضرتك فاهم قصدي؟ بحس ان هم جابوا كل الرمل والطوب اول ما لقونا حطوها على ظهرنا ومشوا. ومش عارفه انا صح او غلط، هو ده بيبقى تاسكي او مش تاسكي بقى. طيب خلينا نقول التسويق عموما قسم مش سهل، قسم تقيل قوي في الشركه، خصوصا لو شركه كبيره. كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن البراندات قد ايه ان التسويق ده ممكن ينقلها في حته عاليه قوي وممكن يهبدها خالص. فلو انا مش معايا تيم تسويق قوي البيزنس ديفلوبمنت يقع. لو انا مش معايا تيم تسويق قوي البيزنس ديفلوبمنت يقع، ما يعرفش يكمل. لانه ببساطه جدا انا ازاي هروح اعمل ديلز واعمل شراكات واعمل حاجات تعلي واصلا البراند واقع؟ هيقول لك انا يا ابني انتوا مش سامع، انت مش عارف انتوا شغالين ازاي، اخش معاك ازاي اصلا او اعمل معاك ديل ايه وانتوا اصلا واقعين. فلو هو عشان كده حضرتك بتقولي ايه بينتظر منه؟ ايه هو بينتظر منه؟ الحاجه اللي تعرف تسهل له مأموريته. هو عليه مأموريه لازم يقدمها، اللي هو يعمل زي ما احنا قلنا بقى، بيعمل ديلز مع شركات ويكبر ويدي فرص تانية ويشوف مش عارف يدخل مين، ويجي يعمل شراكات مع شركات تانية، ممكن يدخل شركة مع شركة ويعمل معاها ديلز وحاجات كتير قوي. شفنا حاجات حصلت بسبب البيزنس ديفلوبمنت. بس ده ليه؟ علشان انا لما هدخل مع حاجة زي كده حاجة اقول ده انا داخل مع شركة اكس، ده انا شركة اكس دي اللي دخلت معاها انتوا عارفين طبعا عاملة ازاي. خش يا باشا على صفحتها وانت تعرف مين اللي عمل ده. هو تيم الماركتينج، هو تيم الماركتينج قوي، قدر يعمل له، قدر يقوم البراند وعرف الناس بيه، الناس حبته شويه. طبعا في شويه اختلافات او whatever، لكن هو معروف في السوق انه براند قوي، انه براند معروف، انه براند تقيل، براند لسه بيبدا، براند لسه بيتعلم، براند لسه بيشوف. البيزنس ديفلوبمنت يدخل معاه وهم الاثنين كيان واحد، يكبروا الموضوع، فتحوا فرص اكتر، الشركه كبرت، هم الاثنين بقى وين وين سيتويشن. طب لا اتفضلي معلش انا بقطع لا كتير خالص اصل القعده حلوه. الله يخليك الله يخليك. طب هو ينفع البيزنس ديفلوبمنت ينتقد بلان الماركتنج ويهدها في جزء او يقول ده انا مش قابل بيه او ده انا مش سامح بيه او بصي والله انا يعني لا اتدخل في عمل حد، لكن اعتقد ان كل واحد هو مسؤول مسؤوليه كامله عن شغله. يعني انا دلوقتي راجل مدير تسويق، عندي بلان بعرضها على التوب مانجمنت، هم اللي يدوني عليها ابروفل، ده طبيعي. ده راجل دلوقتي في قسم تاني ليه اولوياته، ليه بادجت بتاعته، ليه البلان بتاعته، بعيد كل البعد عن الشغل بتاعي. انا لا استطيع ان انا انتقد البلان بتاعت السيلز. انا راجل دلوقتي بتاع تسويق، اجي اقول لبلان السيلز والله انت مضيعني. انا كل على فكره الصراعات والحاجات دي بتحصل من التداخل ده. ارجع واقول الحدود دي حاجه كويسه جدا. احنا كلنا بنرجع ايه لحاجه اسمها توب مانجمنت، يا جماعه احنا عملنا كذا وهم بيدوا عليها ابروفل واقدر اشتغل عليها. ما هو انا المفترض ان انا حد في المجال وفاهم، لا هنتظر حد يصحح لي المفاهيم بتاعتي، هشتغل بالرؤيه بتاعتي. لكن ممكن نتكامل. يعني لو انا مثلا، وده مثلا بيحصل في بعض الشركات، بيشوفوا الرؤيه او بيشوفوا البلانز بتاعت الشغل بتاعهم، بيكملوا علشان الشركه تنجح. لكن انا لو سمحت ودي اعتقد انه محدش بيسمح بيها، انا راجل مدير تسويق وسمحت ان ده يتدخل في البلان، وانا رحت المبيعات تدخلت في بلان بتحصل مذابح. لخبطه وبتحصل معلش يعني بتحصل مشاكل كتير جدا جدا، وفي الاخر مفيش حاجه بتحصل. بيئه العمل بتبقى غير صالحه لان حضرتك بتبقى قبل ما تعمل اي حاجه عارف ان في 100 حد هيتدخل في حاجه بتعمل. وارجع اقول لك احنا عندنا كده حته وحشه قوي. انا ببقى عارفه سياسه انا اشطر واحد في الفصل. طبعا. انا عايز ايه ده عامل ده بلان تعبان. حلوه قوي دي. مش انا قلت لكم بلاش تعبانه. بص بعت له ايه الكلام ده عيل صغير يجي يعمله. انا هبعتها لحضرتك، انا هحل لك انا المشكله. دي مشكله كبيره. عايز دي اقول مشكلة لحضرتك انا كارثة. اشتغلت في شركه كبيره يعني بدون ذكر اسمها. كانت مشكلتي الاولى والاخيره والله قسم السيلز مانجر كل يوم مناخيره ما بتخرجش بره القسم بتاعي. يعني طول اليوم طب مثلا انزل نزل بنعمل لونش نيو برودكت دواء، وانزل يلا احنا بنعمل نيو برودكت نزله للتيم بتاعك. معلش يا دكتوره رباب ينفع تحط لنا الكفر في البروشور يبقى لبني؟ ليه لبني؟ ما الاخضر كان جميل. انا مثلا عندي براند ايدنتيتي، هو ما مش فاهم ده، مع احترامي مش فاهم ده، فانا اشرح له بعدها ب10 دقايق. معلش يا دكتور انا دورت على الانترنت ولقيت ان انا كان ممكن اعمله لبني في حاله ان انا بجدد مش عارف اي كلام مع احترامي. ويروح رايح للاداره بقى. على فكره الدكاتره خدوا البروشور رموه جنبهم.
مش اتراكتيف. طب ليه؟ انت البعيد مؤذي. ايوه انا بقول لك. ومعلش انت لو كنت سبت الامور مشيت انا مسؤوله، فلما هتحاسب هيحاسبوني انا سواء نجحت او اخفقت. فسيب كل حاجه. يعني انا بامن بالمدرسه دي، كل واحد مسؤول عن نفسه. ما هو انا المشكله لما مش في كده. ايوه المشكله هو بيصدر ده للي تحتيه. فسوري مع احترامي، كانك طفل في حضانه فشبطته في اللعبه ما هو بقى. اشتركت في فصل. ايوه، اي بقى مشكله تقابله ملايب في قسم التسويق. هو لو كان موفر لنا اقلام نديها للتمريض بره كان دخلنا للدكاتره. اعمل الاقلام، انا عارفه ان ده مش هيحلها. مع احترامي ياخد الاقلام عنده في البيت وما بيستخدمهاش اساسا. لو كان قسم الماركتينج مدينا سامبلز محترمه ننزل بيها. انا باخد 20 واحده في اليوم والمفروض اخد 200 على قد زياراتي. ندي السامبلز وانزل وراه ما الاقيش مثلا السامبلز بتوزع صح، بيوزعها وهو ماشي في الشارع على حبايبه. طب مثلا لو كان قسم الماركتينج عامل جيف اويز تيلورد فور يو للدكتور. يعني انت عندك مثلا في الاريا الواحده 200 دكتور، انا هعمل لك ال 200 دكتور، هعمل لك بادجت كل واحد. انت ده عايز قطه على المكتب، وده عايز بطه، وده عايز فازه، واحط اسمه اذى بقى. ما انا بقول لك الموضوع القعده معاك ما بتشبعش مرهق. منها يا قائد. الله يخليك الله بجد يخليك. احلى بودكاست احنا مرينا بيه. الله بجد يخليك. الله بجد يخليك. انا بشكرك على وقتك. تسلم. عايزين نصيحه لذيذه كده للشباب. والله انا بنصح الناس بحاجه حلوه قوي. الوقت اللي انت فيه دلوقتي وقت مهم، ايا كان انت عندك كام سنه، صغير كبير، وقت مهم جدا. والوقت لو راح مش هيرجع تاني، فانت استغله احسن استغلال. انا دلوقتي بدور على شغل، ارجوك لو في اي فرصه انزل اشتغل. ارجوك لو في اي فرصه دلوقتي، مش لاقي حاجه معينه في دماغك بتفاصيلك المعينه، بس في حاجه دلوقتي انزل اشتغل، هتفرق معاك جدا. تيك ذا ريسك، تاخد الخطوره هتفرق معاك جدا والاكسبيرينس. جدا جدا. انك في الوقت ده سواء عندك 20 مخلص لسه جامعه وجات لي اي فرصه في مطعم في مصنع، انزل اشتغل. اصل انا كان رؤيتي ان انا اشتغل في بنك وكده، ما جاتلكش دلوقتي، انزل اشتغل، اتعلم، خد خبره، اعرف، خد قرش صغير في الاول، خد الحاجات البسيطه دي. ما يزعلش عشان انا ما كانش عندي حد يقول لي الكلام ده زمان. احنا على فكره ابتدينا نعرفه مع السوشيال ميديا، ابتدينا نتعلم انك تاخد انك تتعلم اي حاجه، وانك تنزل اي حاجه، وانك ترضى باي حاجه. دلوقتي شويه بشويه هتلاقي الامور ابتدت تتغير. انا ممكن دلوقتي بدل ما انا بقعد على السوشيال ميديا او اقعد اكتب كلام سلبي وان انا مش قادر، ارجوك انزل اشتغل. انا عشان كده بقول لك النصيحه اللي اقدر اقولها لك، لو في فرصه حقيقيه جات لك انزل جرب، مش هتخسر حاجه لو اشتغلت شهر. صدقني انت بعد الشهر وانت بتقبض هتحس ان في حاجه، انت بتتعلم حاجه جديده. اتعلم حاجه ايا كانت هي ايه الوظيفه. ولو انت كبير في السن شويه ولسه مش لاقي برضو، او كنت في شغلانه وسبتها، برضو لو جات لك حاجه تانية اقبل بيه. انا عارف الموضوع صعب على فكره، مش سهل، عشان كل الناس هتقول لك ايه ده بيتكلموا بودكاست وقاعدين على الكراسي مش عارفين لا الناس لا تحت. خالص، احنا بنمر خالص، بالتجربه بالعكس. نفسها. انا بقول يعني لك ما احنا كبرنا اهو، وكل واحد ماشي في سكه بالظبط. بيغيرها وبيعمل وبتتغير وبتجي لك ظروف وممكن الامور تبقى احسن. ابس اند داونز. الحياه لكن مش ثابته. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. الله. اعرف كويس قوي ان ربنا مش سايبك. انت في اي حاجه انت تتحرك فيها وربنا معاك، وهو معكم اينما كنتم. انت فاهم يعني ايه؟ انت فاهم يعني ايه ان ربنا اللي خلقك مش سايبك؟ احنا بنغفل حاجات كتيره قوي بننساها، لكن ارجوك، هو ربنا عمره ما كان ربك نسيه، هو ربنا مش نسيك. فانت ارجوك ما تنساهوش، لانك في اشد الاحتياج اليه في طول الوقت. على فكره هو اللي خلقك، فانت تقعد تقول كده الحمد لله يا رب انا تمام، وعندي ايد وببص وصحتي كويسه واقدر اشتغل، انا الحمد لله يا رب، انا في نعمه، انا راضي يا رب، ده انت اللي خلقتني، فانت اكيد مش هتسيبني، اكيد مش هتضرني. على فكره احنا احيانا اللي بنضر نفسنا، اعداء انفسنا، ولكن بنقول الحمد لله سامحنا يا رب، وبيسامحنا، مش هيسيبنا، هيكمل ومعانا لحد ربنا لا تمل. يعني يقول لك انا مش ممل من العباد لحد ما هم يملوا. عشان كده فكره الدعاء، يقول لك يعني كان في تفسير جميل قوي للشيخ الشعراوي، يقول لك ايه؟ الدعاء ده حاجه جميله قوي، تعالوا لي في اي وقت وكلموني في اي حاجه، كلكم بيقين، وكلموني في اي حاجه وانا لا امل حتى تملوا، وانتم يا عبيدي اللي تنهوا المقابله. يعني انت بتقعد تدعي لحد ما تقوم انت. هل هو ربنا بيقول لك كده خلاص مش هينفع لا طبعا خالص؟
عشان كده انا بقول للناس لا، خلي عندك اليقين. على فكره المشاكل كتير والتحديات صعبه والتعويم والتضخم، حاجات هنقعد لو نسمعها. قعدنا نفكر في الفاكتورز مش هنقوم من النوم الصبح والله. فعلا هتفضل قاعد في البيت خلاص مش قادر تتحرك. علشان كده انا بقول لك تاني، وهو معكم اينما كنتم. وتفاءلوا بالخير تجدوه. ايوه شايفين الكلام الحلو؟ هي دي يعني نقولي خلاصة البودكاست كله مع القائد، ان تفاءلوا بالخير تجدوه. فعلا والله ده عن تجربة. انا كنت بتكلم معاه قبل الحلقة وبقول له انا حصل كذا واخفاق في كذا والديل كان كبير اداني بوش. يعني يا رب يبارك لك بجد. شكرا، الله يخليك، تسلمي. مبسوطة ان انا قابلت حضرتك. انا كمان مبسوط جدا والله، وشكرا للتيم الحقيقه، ناس محترمه ومقابلتهم راقيه وناس بروفيشنال الحقيقه. يا رب يخليك. تسلم. باي باي.